القشطة من حلويات المولد اللي كلنا بنحبها، مش الأطفال بس، أنا شخصيا بصراحة بحبها قوي. والوصفة دي بالذات ليها طرق كتيرة جدا وليها مقادير كتيرة قوي. النهاردة إن شاء الله هقدمها لكم بطريقة بسيطة ومقادير بسيطة جدا. يعني بكوباية واحدة ونص من السكر هتعملوا أكتر من كيلو من القشطة. شايفين بقى القوام بتاعها عامل ازاي، والمطة بتاعتها حلوة جدا مش ناشفة خالص، ومحشيه كده بالفروته وجوز الهند. عايزه اقول لكم طريه وكانكم بالظبط بتاكلوا سحاب، قوامها كده في البق بتدوب، عامله زي السحاب. ازاي بقى؟ مش عارفه. لما هتعملوها كده في البيت هتفرحوا بيها قوي، والولاد كمان هيفرحوا بيها جدا. وزي ما قلت لكم اقتصاديه جدا، والطريقه بسيطه خالص، في نص ساعه او تلت ساعه بتكون جاهزه معاكي. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي، نشوف الطريقه والمقادير مع بعض ونطلع كل الكميه الحلوه دي. اول حاجه معايا صينيه، اي صينيه متوفره عندكم، بحط فيها كيس تلاجة، بكون مسحاه كويس بمسحه حلوه كده من الزيت. وبكون معايا كوبايه من جوز الهند الناعم، وبحط كده في قاع الصينيه شويه من جوز الهند علشان لما انزل القشطه جوز الهند يبقى من تحت كده بيديلها طعم حلو قوي. فاحاول ان انا اوزع جوز الهند كده في الصينيه كويس قوي كده بايدي. وبعد كده بقى معايا بولة، ومعايا 3 معالق كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده زي ما قلت لكم في محلات مستلزمات الحلواني، عليه ربع كوبايه من الميه الدافيه، وهقلب الجيلاتين مع الميه دي، وعليه 3 نقط كده من الفانيليا علشان طعم وريحه الجيلاتين، وبركنه على جنب. في طاسه بقى هضيف كوبايه ونص من السكر الابيض الناعم، مستحسن يكون سكر ابيض، وعليه كوبايه ونص من الميه، عليهم نص كوبايه من عسل الجلوكوز. وزي ما قلت لكم العسل ده بينفعنا جدا في وصفات كتير من الحلويات. هنضيف العسل بقى بالشكل ده، هناخد الكميه كلها علشان المقادير اللي معايا النهارده مظبوطه جدا. لو عايزين بقى القشطه فيها شده، يعني فيها شده جامده عن اللي انا وريتها لكم في اول فيديو، هنكتفي بكوبايه واحده بس من الميه. يعني كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايه واحده بس من الميه، ونص كوبايه من عسل الجلوكوز. هضيف بقى رشه بسيطه من ملح الليمون عشان ده بيعدل الطعم. وهسيب الكلام ده كله يغلي قدامي زي ما انتوا شايفين. بعد ما يغلي قدامي بالشكل ده بسيبه من 3 ل 4 دقايق. وفي طبق بقى غويط، يستحسن يكون ستيل علشان يستحمل الحرارة. الطبق اللي معايا النهاردة هيستحمل الحرارة، لكن لو الطبق اللي عندك ازاز ومش هيستحمل حرارة بلاش تجازفي علشان ما يتكسرش معاكي. فلو طبق ستيل يفضل علشان يستحمل سخونية الشربات اللي جهزناه. هاخد بقى كل كمية الجيلاتين، وفي ايدي اليمين كده همسك مضرب كهربائي بتاعي، وبالشربات هنزل بقى على كمية الجيلاتين في الطبق، وهفضل اخفق مدة ما تقلش من 12 ل 15 دقيقة. ودي كل الحكاية بتاعت القشطة. عمال القشطة في الخطوة دي، مش في الخطوة اللي فاتت. الخطوة اللي فاتت ما بتاخدش دقايق، لو نخفق بقى كده على سرعة عالية جدا. وكل طبعا 5 دقايق او 4 دقايق بنريح المضرب اللي معانا علشان اللي ما يسخنش والموتور بتاعه يشيل. هنفضل بقى نخفق كده. نعرف منين ان احنا وصلنا خلاص للقوام المظبوط؟ هنفضل نخفق لحد ما قوام القشطة يبرد معانا خالص، لان احنا طبعا كنا ضايفين الشربات سخن. يبرد، كل ما بنخفق فيه كل ما بيبرد، وكل ما القوام بتاعه بيفتح بيميل للون الابيض زي ما انتوا شايفين، وبيتقل معانا زي ما انتوا شايفين. المراحل معاكم زي ما هي واضحة كده. طبعا هنا لسه سايل، بوريلكم ان هو لسه سايل. هنخفق تاني لحد ما يتقل معانا زي ما انتوا شايفين، ويوصل لقوام الكريم شانتيه التقيل. مش اول ما القوام يتقل كده نفرح وخلاص نوقف ضرب ونصبه في الصينيه، لا مش هيتمسك معاكم. انا عايزاه قوام معين زي ما انتوا شايفين كده، بدأ يتقل وبدأ البولة بتاعتي او الطبق اللي معايا تتميلي من القشطه، وبحط ايدي كده زي ما انتوا شايفين بلاقيها بردت خالص. فبنفضل نخفق كده، وكمان بتمسك في المضرب زي ما انتم ملاحظين كده. القوام بينزل بصعوبة وبيكون تقيل، ده القوام المظبوط. هنا انا فضلت اضرب من حوالي 12 دقيقة ل 15 دقيقة متواصلة علشان اوصل للقوام ده. شايفين؟ انا عايزة بس القوام يكون واضح معاكم علشان الوصفة تنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة. فالصينية بقى اللي انا كنت حاطة فيها جوز الهند، وهبتدي بسرعة كده قبل ما القوام يبرد معايا، بسرعة كده هنزل بكل الخليط اللي معايا كده في الصينية.
وبيكون معايا بقى يا اما زبيب يا اما فروتة. ده طبق والله كنت جايباه ب10 جنيه من المحل. زي ما انتم شايفين كمية حلوة، تعمل معايا كمان صينيتين مش صينية واحدة. انا بقى هنا كان المفروض استنى لحد ما القوام ينشف شوية وبعدين اضيف الفروتة، لكن ضفتها كده هو لسه سايل، فالفروتة نزلت لتحت. بس هو ده بصراحة خدمني، لان حسيت ان القشطة كانت محشية لما الفروتة والزبيب اللي انا ضفته نزل شوية لتحت كده، حسيت ان هي محشية. فبصراحة ادتني نتيجة احلى. وبضيف بقى لو عندك شوية من الزبيب كمان مع الفروتة. وباقي بقى جوز الهند، بنحط جوز الهند في الاخر بعد الفروتة او بعد الزبيب، علشان الزبيب يمسك في القشطة ويكون متماسك كده لما نيجي نقطعه ما يقعش من على القشطة واحنا بنقطعه. بنسيبها بقى على الرخام. انا كنت عاملاها من بالليل، سبتها حوالي 5 أو 6 ساعات بره التلاجة لحد ما تنشف، وقبل التقطيع بدخلها التلاجة برضو من 3 ل4 ساعات، علشان وانا بقطعها تكون متماسكة كده وحلوة معايا. في طبق بقى فيه 3 معالق كبار من النشا على معلقتين كبار من سكر البودرة عشان ابدرها، وعلى البلانشة كده. طبعا ده بعد ما طلعتها من التلاجة بكون مغطية بس الوش بكيس، وببتدي بقى ان انا اقطعها. ببدر بقى السكينة اللي معايا بشوية من السكر على النشا في الطبق اللي انا وريته لكم، وممكن كمان بمسحة زيت. بس بصراحة لما ببدر السكينة بالسكر والنشا بيكون الطعم احلى. بس بقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت مستعجله عليها، يعني دخلتها التلاجة يا دوب تقريبا ساعة او ساعتين، لكن انتوا لو دخلتوها التلاجة مثلا اكتر من كده 3 ساعات 4 ساعات هتكون كمان متماسكة معاكم، والمطة بتاعتها بتشد اكتر. زي ما انتوا شايفين بقى كده ببدرها بالسكر البودرة والنشا، وممكن كمان تبدروها بجوز الهند الناعم. وزي ما انتوا شايفين المطة بتاعتها حلوة جدا ومحشية كده من جوه بالفروتة، حلو قوي زي ما تكونوا كده بتاكلوا حاجه ناعمه قوي وبتدوب في البق. عايزه اقول لكم ان هي بصراحه احلى من المارشميلو. المارشميلو كده احيانا بيكون ناشف ومأستك قوي، لا دي زي ما انتم شايفين طريه كده وحلوه جدا. ولو انتوا عايزين الشده بتاعتها اقوى زي ما قلت لكم، بدل ما تضيفوا 1.5 كوباية من الميه هتضيفوا 1 كوباية بس من الميه. عايزه اقول لكم كانت حلوه جدا وكميه كبيره، يعني بكوبايه ونص من السكر و3 معالق كبار من الجيلاتين هنعمل الكميه دي كلها اكتر تقريبا من كيلو من القشطه. شايفين الطبق ده كبير جدا، وكمان كانت تاكل قطعه او قطعتين رغم الكميه اللي قدامكم دي. شايفين بقى حلوه ازاي، تعجب الولاد جدا وسهله وبسيطه. هو التكنيك بتاعها كله في الخفق وفي المقادير. طبعا لازم تتخفق لحد ما توصل للقوام اللي قلت لكم عليه، علشان توصلوا للنتيجة الحلوة المتماسكة بالمطة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. انا بصراحة كنت فرحانة بيها جدا اكتر من العيال كمان. الحلويات البسيطة دي كمان بتفرح قوي لما بتعملوها في البيت. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. ولو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، علشان ان شاء الله كل ما انزل وصفة توصلكم اشعار بيها وتشوفوها اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير وافكار كتير. كل سنة وانتم طيبين. نسيبكم في امان الله وسلام.